حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي كرة القدم فيفا على تهنئة كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي بعد تسجيله رقم قياسي في دوري روشن. وكان النجم البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما قد أحرز 35 هدفا في الدوري السعودي للمحترفين ليكون أكثر لاعب هز الشباك خلال موسم واحد في المسابقة. كما أصبح رونالدو أول لاعب يفوز بجائزة هداف الدوري في 4 دوريات مختلفة، إذ سبق أن حققها في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي. ونشر إنفانتينو عبر حسابه في منصة إنستغرام صورة تجمعه مع كريستيانو رونالدو قائلا: تهانينا لرونالدو بعد تحطيمه للرقم القياسي بتحقيق أكبر عدد من الأهداف في الدوري السعودي بموسم واحد. وأضاف: لقد حقق إنجاز جائزة الهداف في 4 بلدان مختلفة خلال مسيرته اللامعة مع الأندية، إنجاز رائع حقا. فيما كان رونالدو وقد كتب عبر حسابه على منصة إكس تويتر سابقا: فخور بصنع التاريخ كأول هداف في 4 دول، شكرا جميعا لجميع الأندية وزملائي والموظفين الذين ساعدوني على طول الطريق.